أهلا بيكم. فراخ مشوية مع الخضار بأسهل تتبيلة وأسهل طريقة وأحلى طعم كمان. حاجة كده هتشرفك على سفرة رمضان وفي العزايم كمان. لو عجبتك الطريقة ما تنسيش الاشتراك وكمان اللايك والشير. ويلا بينا على الفيديو علشان نشوف الطريقة ونعملها مع بعض. هبتدي ان انا اجهز الخضار الاول. معايا فلفل مقطع مكعبات كبيرة، فلفل ألوان أو فلفل أخضر أو أي حاجة متوفرة عندك. وكمان معايا بصل مقطع جوانح، الجوانح تكون مقطعة عريضة مش رفيعة. وجزر، وكمان بطاطس مقطعة مكعبات. انا بحب اتوصى بالبطاطس لان هي بصراحة بتبقى اساس الصينية او اساس الوصفة بتاعتنا. ومعايا كمان توم حطاه صحيح، لو حابين ان انتوا تقطعوه او تعملوه شرايح تقدروا ان انتوا تحطوه زي ما انتوا عايزين. وهتبل الخضار بملح وفلفل، توم باودر، بابريكا عادية او مدخنة اللي متوفرة عندك. ومعايا هنا ريحان كان بصراحة تجربة جديدة بس ادت للأكل طعم جميل جدا. تقدروا ان انتوا تجيبوه من العطار، لو مش متوفر او مش موجود عندك تقدري ان انتوا تحطي بداله زعتر. وحطيت زيت وبقلب الخضار بالشكل ده علشان يتبل حلو قوي. بعد كده بحط مية علشان خاطر تعمل لنا دورة البخار في الفرن. وهستخدم النهاردة الشبكة علشان مش هحط الفرخة على الخضار مباشرة. التتبيلة بتاعت الفراخ هي نفس التتبيلة بتاعت الخضار، انا مش هزود عليها اي حاجة خالص علشان ما يبقاش فيه اختلاط كتير في الطعم. وكمان اسهل حاجة هي التوابل وخلاص كده، مع يدوبك معلقة زيت ومش هنكتر زيت علشان خاطر الفرخة زي ما انتوا شايفين عاملينها بالدهون بتاعتها بالجلد بتاعها بكل حاجة. انا فاتحاها بالشكل ده وبتبلها يدوبك بالملح والفلفل علشان تشيل اي زفارة كمان موجودة ناحية العظم. هبتدي ان انا اتبلها بالشكل ده واتوسع قوي بناحية العظم علشان برضو زي ما قلت تشيل اي زفارة. لو كانت الفرخة كبيرة نقدر ان احنا نعمل فيها فتحات علشان خاطر ان هي تستوي حلو وكمان تتغلغل فيها التتبيلة. كده بقت تمام. هبتدي ان انا احطها على الشبكة وعلى الخضار بالشكل ده وهتبلها كمان من فوق. نقدر ان احنا نسيبها في التتبيله ديت نص ساعه، ساعه الا ربع على الخضار علشان الخضار كمان يتشرب منها. بس علشان الوقت كان عندي ضيق فانا يا دوبك تبلتها وحطيتها في الفرن على طول على درجه حراره 200. وانا كمان غطيتها 3/4 سوا لحد ما ابتدت ان هي تستوي. شلت الغطا بتاعها وسبتها ان هي تحمر وتبقى بالشكل ده كده. شايفين كمان الخضار استوى وبقى كده تمام. شايفين لونها بصراحة كانت لون وريحة وطعم. الريحان فعلا كانت تجربة حلوة ان هو اداها طعم جديد احنا مش متعودين عليه، فبصراحة كان طعمه حلو قوي. وايجي الخضار كمان لونه كان تحفة وطعمه كمان كان جميل جدا. وايجي لحمة كمان شايفين بيضة مستوية، كانش لسه الاذان اذن فعلشان كده ما اكلتش. بس بصراحة بعد الفطار لا كان طعمها جميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير. وشكرا ليكم وشكرا للمشاهدة وفي انتظار تعليقاتكم الجميلة، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.